مكتوب ولي كتب الأسود أي بيوم عاشر محرم رأته ب40 مولاتي زينب رجعت إلى كربلاء كذلك رأته لكن شافت ذاك الترايا وقعدت يم تراب قبر اخوها هناك قالت له اخويا رايحة عنك حسين لكن مولاتي العالمة غير المعلمة تدري راح ترجع لقبر اخوها لكن مولاتي زينب بهاي قاعدة يم قبر الحسين مولاي السجاد يقول 3 أيام مولاتي زينب تقوم من قبر وتجلس عند قبر تريد تستغل كل وقتها يم اخوتها مولاي السجاد شاف حالها قالها عم زينب لازم نرجع للمدينة انا هاي الابيات اريد اجرح قلبك بيه هنا مولاتي زينب راح تروح عن اخويا وراح تروح البيت والذكريات ضع اخويا المن رد تجيب لياك والمن رجعتي لبيتي يمي اسمك وقاع اسمي وطاحت هيبتي وصيت حسين خويا حسين خويا يا حسافة طفى موقد هلي يا حسافة ولا فزاع لي يا حسافة شفوها هلال حسين خوان ماكو من جد زين ايام قليله وتوصل مولاتي للمدينه ولا أنا سامع من خطبائنا أرباب المنابر يقولون من وصلوا مولاي زين العابدين وطعن مولاي يجي محمد بن الحنفية يوقف يسولف ويا مولاي السجاد صلوات الله عليه ومولاتي زينب الأثناء تجي يقولون أن محمد بن الحنفية دار وجهه فمولاي زين العابدين قال له عم محمد أما عرفتها فرجع دار وجه عليها قال أزينب الهاشمية الله أكبر الله أكبر الشاعر ذاك من يقول تعدت ام عباس من زينب ترى